السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا حبايبي نصلي على النبي. وطبعا انتوا وحشتوني 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 قوي. بجد مش عارفه اقول لكم ايه. الواحد مبسوط جدا بالمتابعين وباخواتي واصدقائي اللي في القناه. بصوا يا حبايبي، النهارده هعمل لكم عصير الباور والطاقه، حاجه كده هتديكي نشاط وطاقه ايجابيه عاليه، ومغذية جدا وحلوة للأطفال وحلوة للكبار ويعني بتجدد النشاط عامة. بصوا حبايبي، ده عصير موز باللبن. على فكرة هو عصير بسيط خالص، أغلبية الناس عارفاه، بس هو ذو قيمة عالية قوي. الموز طبعا فيه بوتاسيوم وفيه فوائد كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ومفيد قوي وبيدي طاقة على فكرة. وهحليه بسكر وعسل، يعني احط معلقه سكر ومعلقه عسل عشان بس الاطفال يعني يحبوا طعمه. بصوا حبايبي كده، انا جبت هنا 4 موزات، تمام. واحط عليه يعني احط عليه لبن. فانا جايبه كيسين لبن على قد ما اشوف هيحتاج قد ايه، اللي هو الشفشق الخلاط يعني هحط فيه. فانا اساسا استعملت الكيسين. انا اول مره اجرب النوع ده من اللبن، هو اسمه قشطه، بس هو طلع حلو على فكره، وطلع طعم الموز باللبن تحفه وخطير. بس كده حطيت ال4 موزات على كيسين اللبن دول، او احلى حاجه يبقى طعمه خفيف مش تقيل. وحطيت معلقه عسل، وحطيت معلقه سكر، طبعا التحليه حسب ما تحبي، ولو بعسل خالص هيبقى طبعا افيد واطعم. انا عن نفسي ممكن اشربه كده، بس طبعا الطفل مش هي يعني مش هيحب طعمه. انا حطيت اهوت المكونات. معلش انا اسفه، الحامل بايظ وانا ماسكه بايديا فمش عارفه يعني اوريكم بالخطوات، بس هي طبعا الناس كلها تعرف تعمل موز باللبن يعني. بص، هو حطيت ال4 موزات، وحطيت كيسين اللبن، وحطيت السكر والعسل، وهضرب المكونات دي كده كلها مع بعض. عايزه بقى منك لايك عشان تشجعي القناه، وهنزلكم فيديوهات حلوه ان شاء الله، بس انا بعمل حاجات خفيفه عشان الحامل مش موجود. ولايك واشتركي في القناه من الزر اللي تحت الفيديو، واضغطي على الكل عشان يوصلك كل الاشعارات. ومعلش الاضاءه غامقه لان الفلاشه اتطفت. وباي باي.